زمان الواحد كان منبهر بأمير مرتضى منصور وبيجيب صفقات وفرجاني ساسي وبن شرقي وكان عامل فرقة نار. لكن بعد مرور الوقت الواحد ابتدى يكتشف ان دي سبوبة وسبوبة ودايرة، والواحد تيقن بموضوع السبوبة دي قوي او بالحاجات الشمال اللي بتحصل بعد امام عاشور الواحد تيقن ان الشغلانة لا ده فيها حاجات تانية اكتر بكتير من السمسرة. خلاص وقفوا قيد وتوقفنا قيد وقعدنا نلعب موسم بناس مجهولة وكنا بنعاني في الدوري وفي كل البطولات اللي بنلعبها عشان معانا لعيبة على قدها على الاخر قوي قوي قوي. يجي النهارده يتوقف القيد تاني عشان خالد بطايب اللي جايبينه عنده حاجه و30 سنه مشطب ما لعبش ب 2 جنيه ولا عمل اي حاجه عشان 2 مليون و400 الف يورو. خلاص كل مقلب بناخده، كل مشكله بناخدها بكميه ملايين، يعني تفك ازمه انت تعمل بيهم تجيب طقم فرقه جديد من اول جديد خالص. بنلبس في خوازيق في خوازيق في خوازيق ناس قديمه، وفي الاخر ليهم المطبلتاره بتاعتهم وليهم الناس اللي بتشجعهم. ويطلع واحد منهم في التلفزيون، امير طلع في التلفزيون في رمضان يقول لك انا ممكن ارشح نفسي واكسب ان انا ابقى رئيس نادي الزمالك تاني. ما اكيد عشان السبوبه تدور وبتاع وشغاله، والناس بتنسى السبوبه اللي كانت شغاله والمصلحه وعمالين نجيب في لعيبه، وكل سنه جبنا 18 20 لعيب ونقعد ندور في اللعيبه والكلام ده كله. طيب مجلس حسين لبيب خلص الموضوع، القيد الاولاني اللي كان توقف اول الموسم، الراجل جاب لعيبه ودعم وكل حاجه، او بين قوسين كده عباس ممدوح عباس هو اللي بيدفع فلوس دي كلها. خلاص هو الممول لكل حاجه بتحصل في الزمالك دلوقتي. طيب المشكله دي تتحل ازاي؟ لو كسبت الكونفدراليه البطوله المكافاه اللي هتجيلك هتحل لك الموضوع ده كله بنسبه كبيره قوي، والناس هتقدر تعمل كده وهتقدر توفر فلوس، ويوفروا فلوس سواء من ممدوح عباس او من الناس اللي في مجلس اداره او من محبين او فالموضوع هيخلص. لكن المشكله احنا مش عايزين ننسى ان احنا المجلس اللي فات ده كل مره بنلبس في خوازيق في خوازيق في خوازيق منهم، ومش عايزين نلبس خوازيق تاني ونرجع للايام القديمه دي تاني. اخر حاجه الواحد نسي يقولها، ان امير كان واخد دبلومه اداره من برشلونه، وده بيحصل فينا لحد دلوقتي. يعني هو واخد اداره من برشلونه وده اللي بيحصل فينا. امال لو كان خد الدبلومه الاداره دي من سيرس الليان كنا هبطنا دوري درجه 15 وقفلنا النادي خلاص وبنبيع ترمس عندنا في جامع الدول.